ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين وعيدكم مبارك، عساكم من عواده، ويا رب تكونوا مبسوطين ويعود عليكم الايام بخير يا رب العالمين. ان شاء الله العيد احتمال كبير يكون الجمعه، لسه دار الافتاء ما قالتش هيكون الجمعه ولا هيكون الخميس، بس هو اكيد يعني وقفه عيد الفطر هتكون يوم الخميس ان شاء الله تعالى. وكل سنه وانتم طيبين ويا رب تبقوا مبسوطين، وكل سنه كمان واخواتنا المسيحيين طيبين وبخير. عيدكم سعيد. تقريبا النهارده الاثنين او الحد بيبقى عيد عندكم. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وعيد سعيد، ويا رب بقى تكونوا مبسوطين وتخرجوا وتفرحوا وتنبسطوا وانتم السابقون، واحنا ان شاء الله لاحقون، احنا العيد بتاعنا هيجي بعديكم بقى. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى الفيديو هعمل لكم بقى الروتين اللي انا شخصيا بعمله حلو جدا جدا. بحب اعمله قبل المناسبات، وبحب اعمله قبل الاعياد لما بيكونش عندي وقت والدنيا اتزنقت معايا قوي وملحقتش اروح الاسبوع اللي انا بحب اروحه دايما. بعمل كده في البيت والنتيجه بتطلع فوق الرائعه، صدقيني هتحسي ان انت لسه جايه من الاسبوع جاهز. فالنهارده الفيديو هيكون روتين كده حلو قوي قبل العيد عشان نهتم بقى بجسمنا. خارجين من رمضان وهنبقى مرهقين وكده، فعايزين نبقى نغير كده في شكل جسمنا ونرطبه كده ترطيبه حلوه ونظبط الدنيا. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديو بتاع ان شاء الله يوم الخميس، هيكون اللوك بتاع الميك اب بتاع العيد. ويلا بينا بقى نبدا الفيديو. بحبكم قوي. جبت لكم بقى كوبايه النسكافيه وهنيجي ندردش بقى مع بعض شويه. طبعا احنا يعني متعودين دايما ان احنا قبل العيد او قبل المناسبات، سواء فرح، اعياد، اي مناسبة حلوة، بنحب ان احنا بنبقى مظبطين كل حاجة 10/10. سواء بقى ميك اب، سواء هدوم جديدة بنجيبها، سواء تنظيف الشقة، سواء اي حاجة بنعملها بتسيب معانا ذكرى حلوة وبتبقى عامل اساسي بالنسبة للعيد بصراحة او المناسبات. فالنهاردة هتكلم بقى معاكم ازاي نعمل حمام مغربي في البيت وتطلع النتيجة بتاعته زي النتيجة اللي بتطلع معانا لما بنروح السبا، ويمكن احلى كمان. ما بتفرقش كتير ابدا. انا رحت سبا وعرفت هما بيستعملوا ايه، عملت كل الخطوات اللي هما بيستعملوها في السبا عندي في البيت، وطلعت النتيجة هي يمكن احلى كمان. اول حاجة طبعا انت هتقسميه على يومين، يعني انت هتقسمي الروتين دون على يومين. يوم هنعمل بيه الحمام المغربي للجسم والسكرابات وكده، ويوم تاني هنعمل ازالة لشعر الجسم. تمام، خلينا الاول نبتدي في ازاي هنعمل الروتين بتاع السكرابات بتاع الجسم كاننا خارجين من السبا بالظبط. تمام، هنعمل ايه؟ اولا لو انت عندك بانيو، هتملي البانيو بتاعك على ميه تكون سخنه، جسمك يكون يستحملها، يعني ما تبقاش درجه بانيو تبقى عاليه، يعني خليها تكون على قد ما جسمك يستحملها، بس انصحك ان هي تكون سخنة شوية علشان الجلد يبتدي يبوش يعني، والجلد يبتدي يطرى معاكي زي ما بيحصل الاول في الصباح. انت اول حاجة بتعمليها في الصباح ايه؟ اللي انت بتدخلي الاول تنزلي المختص اللي هو بيكون فيه مية سخنة. تمام، بعد ما تمليه خلاص بتكوني بقى مجهزة الحاجة بتاعتك اللي انت هتستخدميها. كل مقادير في طبق. بصوا بقى، هنستخدم الخل، ده اساسي معانا، وهنستخدم كمان الملح. احنا مش هنعمل طبخة بس بجد اسمعوا مني هيفرق معاكم جدا. وطبعا الليفة اللي هي دي، ده شكلها اللي هي بتكون موجودة في الصباع، دي بتكون خشنة قوي. واللي هو الملح ده بحبه قوي قوي قوي، بالذات الاسود، في منه الاسود والروز والاخضر، بس احلى نوع نزل اللي هو الاسود اللي هو بالحليب، ده حلو جدا. ممكن كمان تعمليه في البيت على فكره لو مش عندك، هقولك دلوقتي تعمليه ازاي لو هو مش عندك، عشان كده جايبه لكم الملح. وكريم مرطب للجسم الجلوسوليد، ده انا بعشقه، هو والبنسنول لترطيب الجسم بيبقى فظيع. وطبعا الستار كي ده حلو قوي السكراب ده، وترمس مطحون من عند العطار ب5 جنيه هيبقوا حلوين جدا معاكي. والطبق البلاستيك. تعالوا بقى اقول لكم الاول، لو انت مش عندك الملح ده تعملي ايه. لو انت مش عندك الملح ده، هو الملح ده عباره عن ايه؟ ملح ولبن باودر على فكره. فانت لو مش عندك الملح دون، هاتي ملح من عند العطار اللي هو بيكون سايب دون، او كيس ملح عندك عادي، وتحطيه في طبق بلاستيك وتحطي عليه كيسين من اللبن البودر وتقلبيهم. انت كده خلاص بقى عندك السكراب ده، كده خلاص بقى عندك السكراب ده. بس انصحك طبعا اللي هو بيبقى من الصيدليه ده بيبقى احلى، لانها بتبقى املاح معدنيه وحاجات مخصصه اكتر للجسم،
وبقى فيه خلطه كده برضو مع اللبن والملح. فانصحك ان انت تجيبيهم، مش غالي على فكره خالص، بيبقى في الصيدليات وفي السوبر ماركت وفي الهايبر وفي كل حته، فانصحك ان انت تجيبيه. تمام، تعالوا بقى، احنا دلوقتي ملينا البانيو زي ما اتفقنا على ميه تكون سخنه درجه حراره الجسم تتحملها. تمام، وهنعمل ايه بقى الخطوه التانية؟ هنجيب طبق بلاستيك اللي هو دون اللي انا وريتهولكوا، الطبق البلاستيك ده، وهنملاه برضو ميه سخنه، وهنجيب الليفه المغربي دي ونحطها في الطبق، ونحط فيها شويه خل. تمام كده، يعني احنا سايبين بقى البانيو بتاعنا يتملي على الميه السخنه لدرجه حراره الجسم هتستحملها زي ما قلنا. وهنجيب طبق بلاستيك هنحط فيه الليفه المغربيه، هي بتكون خشنه جدا اول ما بتشتريها، وخلي بالك في انواع كتير جدا 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 منها، حاولي ان انت تجيبي احلى نوع علشان يقعد معاكي، يعني ما يتقطعش معاكي بسرعه. وتحطي وتنقعيها بقى في شويه خل، وتسيبيهم بقى شويه كده لحد ما ايه تبتدي ان انت تنزلي في البانيو بتاعك. تمام، هتحطي ايه بقى في البانيو؟ ممكن تحطي شويه شاور عادي جدا، شويه شاور عشان تبقى الريحه كده حلوه في الميه، تحطي شويه شاور، وتحطي شويه ملح وشويه خل. طب هو انا كده جسمي مش هيتحسس او كده مش هيجيلي التهاب في جسمي؟ لا لا خالص، انت مش هتحطي كميه، كميه قليله جدا، بحيث ان انت لما تيجي تقعدي في البانيو الجلد الميت او الجلد اللي هو الخشن اللي بيبقى في الجسم، وخصوصا في منطقه الكعوب وفي الركبه واللي بيبقوا موجودين هنا دول، يطروا معاكي، ولما تيجي تعملي بقى السكراب بالليفه يبتدي ان هو ينزل معاكي. تمام، هتقعدي بقى دلوقتي خلاص احنا عملنا البانيو، ودلوقتي نقعين الليفه المغربيه في الطبق. انا على فكره جايبه الخطوات دي بالظبط من السبا اللي انا بحب اروحه، يعني كل واحد له طريقته، بس دي الطريقه اللي انا بقولك عليها. في ناس كتير قوي بتبقى طرقها مختلفه، في ناس كتير تقولك لا ده مش الحمام المغربي اللي بيتعمل فعلا، بس هي كل واحد وطريقته، ودي الطريقه اللي انا جربتها كذا مره وفرقت معايا جدا، وبتخلي جسمي سيراميك، بتخلي جسمي حلو قوي. تمام، هتقعدي بقى دلوقتي في البانيو من مثلا 10 لربع ساعة، بس انصحك انك تقعدي ربع ساعة يعني. تمام، لحد ما تلاقي جسمك خلاص ان هو خد على المية والسخنة وتمام. وطبعا هتكوني مقفلة التويليت بتاعك عشان البخار كمان عامل كويس قوي ان هو يفتح لك المسام. بس تسيبي حته من الباب مفتوحه، او لو عندك شفاط ممكن تشغلي الشفاط بحيث ان انت ما تتخنقيش، لان غلط انك تقعدي في مكان مكتوم والبخار ده مش هيكون يعني حاجه صحيه قوي ليكي، بيسبب يعني ممكن لا قدر الله تتخنقي او تدوخي. فسيبي الشفاط بتاع الحمام مفتوح، او الباب عادي بتاع التواليت سيبيه مفتوح شويه بحيث ان انت يدخلك نفس، عشان البخار والميه السخنه ما تهبطيش شويه. وباشربي شويه عصاير، احنا بنعمل كده قبل ما نروح السبا، بينصحونا ان احنا نشرب عصير عشان مع الفرهده ومع النزول المغطس والساونا والجاكوزي مش عارفه ايه ما نهبطش ونتعب. تمام، انت دلوقتي خلاص خلصتي الخطوه دي وقمتي بقى من البانيو خلاص. دلوقتي دور الليفه اللي احنا كنا نقعينها في الطبق، هنجيبها من الطبق واحنا واقفين مكاننا في البانيو، خلاص مشينا الميه اللي كنا نايمين فيها، وهنقف عادي في البانيو ونجيب الطبق اللي احنا كنا فيه ناقعين فيه الليفه المغربيه. هنجيب بقى الصابون المغربي. هو بصراحه الصابون المغربي هو مش موجود معايا لانه خلص من حوالي اسبوعين او 3 اسابيع، كنت اخر مره عملت بيه بصراحه كسلت اتصل اجيب تاني. فانت ممكن تجيبيه عادي جدا، هو بيتباع في البيجات اللي على الفيسبوك، في بيج على الانستجرام اسمها جرين فارماسي، دي بجيب منها كل حاجتي، كل الشامبوهات الطبيعيه وكل الحاجات الطبيعيه عندهم، انصحك بيها جدا. ممكن كمان الصابون المغربي ده تجيبيه من عند اي عطار انت عارفاه وبيبيع الصابون المغربي الاصلي، هاتيه، لان بيبقى فيه كتير قوي مضروب ما بيبقاش هو بيبقى ريحته كده نفاذه شويه، وبيبقى ملمسه كده تحسيه ان هو يعني مزلق كده، او مش عارفه هو ملمسه كده لونه اخضر غامق. ففي ناس بتبيعه مضروب وفي ناس بتبيعه اللي هو الصابون المغربي الاصلي، فانصحك ان انت تجيبيه من مكان ان انت تكوني واثقه منه، يعني مكان موثوق فيه. هتجيبي بقى الصابون المغربي، تفتحي البرطمان عادي جدا وتاخدي منهم شويه تستخدميه، والباقي عادي تركنيه على جنب لانك مش هتستخدمي اكيد كل البرطمان. قبل ما نحط الصابون بقى على بشرتنا ونبتدي نشتغل بيه، هنجيب الليفه اللي احنا كنا نقعينها في الطبق ونلبسها في ايدينا بالشكل ده كده. استنوا، هتلبسيها في ايدك بالشكل ده، طبعا هي هتبقى طريه وهتبقى ناعمه لان انت طبعا اوريدي نقعاها في الخل ومجهزه الدنيا خالص.
وطبعا الطبق ده هيكون فيه الخل اللي هو كان منقوع فيه الليفه. وهتحطي ايدك في الخل. خل حلو جدا 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 للجلد الميت، ما تخافيش مش هيعملك حاجه في بشرتك، انت هتغسليه على طول، بس هيساعد ان الليفه كمان تكون طريه معاكي، وهيشيل معاكي اي بقى، طبعا الخل ده بيبقى مطهر طبيعي، فهيشيلك بقى كل الجلد الميت وكل الميكروب اللي على البشره، وكل ده هيطردهولك بره. فتبتدي اللي انت تحطي ايديكي في الميه اللي هي السخنه وفيها كلور اللي كنت ناقعه فيها اوريدي الليفه، وتبتدي بقى اللي انت تدعكي جسمك كله، تدعكي ايديكي ورقبتك بالطريقه دي، دواير دواير، احنا بندعك على هيئه دواير عشان الجلد معاكي يتفرول ويبتدي ان هو ايه يقع، الجلد اللي هو الميت. وتبتدي بقى تدعكي كده، تدعكي وتدعكي ورا ودانك وورا ودانك، مش هتجيبيها على وشك لانها تبقى خشنه شويه على وشك، ممكن يلتهب، وبشره البشره بتاعه الوجه بتبقى ضعيفه وبتبقى رقيقه شويه، رقيقه، فمش هتتحمل الليفه دي، فما انصحكيش ان انت تجيبيها على بشرتك خالص بصراحه يعني. وتجيبيها على وشك والاندر ارم والبيكيني والكعب والكوع بتاع الرجل وكل حته في جسمك. هيبتدي بقى الجلد اللي هو الميت عندك في البشره، هيبتدي اللي هو بقى ينزل على هيئه فتل كده، فتل اللي عاملين زي الوبر بتاع القماش، هو هيبقى شبهه كده، ويقعد ينزل بقى الجلد اللي مش نضيف ده. بعد ما نخلص الخطوه دي ونتاكد ان احنا خلاص، بين كل خطوه وخطوه هنبتدي احنا نبلها في الخل ونرجع تاني، نبل في الخل ونرجع تاني. لو حسيتي ان هي اتوسخت وبقى كلها جلد ميت، عادي ممكن تشطفيها تحت الحنفيه بميه فتره، وترجعي تاني تحطي وتعملي جسمك. دي الستيب 1. طيب بعد كده هعمل ايه؟ انا كده خلاص نضفت، هشطف جسمي بميه تكون فتره شويه، واشيل بقى من على جسمي الجلد اللي كان متراكم مطرح الليفه، وخلاص وامشيه كله. واجي للستيب رقم 2. ايه بقى هي الخطوه التانية؟ اللي هو الصابون المغربي اللي كنت بقول لكم عليه، هنجيبه ونعمل بيه كل جسمنا، وشنا بقى، رقبتنا، ورا ودنا، الاندر ارم، البيكيني، الكوع، الركبه، كل حته في جسمنا تبتدي بقى اللي انت تدعكي عليها الصابون المغربي، وترجعي برضو تاني بالليفه، وتعملي برضو من فوق الصابون، من فوق الصابون، من فوق الصابون، الصابون المغربي اللي هتجيبيه طبعا من عند العطار اللي انت واثقه فيه، او من على البيج اللي انا قلت لكم عليها على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. وتبتدي، انا مش بعمل اعلان على فكره خالص للبيج، بس هي فعلا حاجتها تحفه جدا وعندهم امانه وحاجتهم بصراحه ممتازه. وتبتدي اللي انت بقى تتعكي كده دواير 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 في جسمك كله. خلاص هتلاقي الصابون بقى بيرغي معاكي. بعد كده تشطفيه برده بميه دافيه، احنا بنتعامل كله بميه دافيه، ما تجيبيش ميه ساقعه على جسمك عشان ما تقفليش المسام. انا عايزه المسام تبقى متفتحه علشان الدنيا تتنضف معاكي وتبقى كويسه. ما تجيبيش ميه سخنه ميه ساقعه خالص على جسمك دلوقتي. تمام. وبعد كده بعد ما بقى مشينا الصابون المغربي، هنيجي للخطوه رقم 3. خطوه بقى رقم 3، هتجيب اللي هو الستار كي، ده حلو قوي 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 قوي، اسمه ستار كي. في منه بالخيار وفي منه بالعسل وفي منه لونه روز كده، مش عارفه بصراحه بالايه. هو ده بالعسل والحليب، حلو جدا جدا جدا، بس مش للبشره بصراحه. الحاجات اللي هي بتبقى دي انا مش بحبها للبشره، يعني انا مش عارفه هي يعني معموله، يعني مش عارفه هي معموله من ايه، فاهمين قصدي؟ يعني انا بحب بصراحه لو وشي انا هحط فيه حاجات غاليه الصراحه، لكن جسمي عادي انا ممكن احط فيه اي حاجه، لكن البشره بالذات، لان في كمان ناس بشرتها بتتحسحس شويه، في ناس بشرتها بتطلع حبوب، في ناس بشرتها بتتاذي، فانصحك لوشك بالذات حاولي على قد ما تقدري اللي انت ما تسترخصيش في بشره وشك ابدا. تمام. بالنسبه بقى للجسم، احنا مش هنيجي جنب الوش خالص دلوقتي. بالنسبه بقى للجسم هتجيبوا اللي هو الستار كي ده، حلو جدا 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 للجسم بصراحه. هتجيبيه بس تكوني نشفتي جسمك شويه، يعني تخليه مترطب ميه، مش مبلول قوي ومش ناشف قوي. وتبتدي بقى اللي انت تاخدي منه وتدعكي على هيئه دواير في الرقبه ورا ودانك، برضو في الاندر ارم وفي البيكيني وفي كوعك وفي ركبتك وفي كل حته، تقعدي بيه 5 دقايق. وبعد كده تشطفيه بالميه الدافيه برضو. مع كل خطوة هتحسي ان ملمس جسمك اتغير نهائي عن الخطوة اللي قبليها،
يعني انت كل ما تعملي خطوه جديده هتحسي ان انت جسمك اتغير خالص في الملمس بتاعه. تمام. احنا خلاص خلصنا الخطوه بتاعه الستاركي او اي سكراب انت عارفاه للجسم. مش شرط ده يعني، بس انا بقولك على الحاجات اللي انا مجرباها. مش شرط ده، فانت ممكن تجيبي حاجه انت عارفاها. هتجيبي بقى اي سكراب للجسم وتعملي زي الستاركي اللي انا بقولك عليه ده دلوقتي. الخطوه بقى اللي بعد كده اللي هو الملح، اللي هي الاملاح المعدنيه اللي انا قلتلك عليها، اللي هو الكيس الاسود اللي بالحليب. اللي هو ده يا بنات بصوا، هو بيكون شكله كده ومن جوه ملح. بصوا من جوه ملح على فكره، هو من جوه ملح. هتبتدي اللي انتي تجيبيه ويكون برضو جسمك مش مبلول ميه ومش ناشف خالص، لان هو اصلا مكتوب هنا في التعليمات بتاعته اللي هو يعني بصي مكتوب يبلل الجسم بالماء. يعني لازم جسمك يكون فيه ميه، بس مش ميه جامده، يعني يكون مبلول، بحيث ان الملح يعرف ان هو يتوزع على الجسم كله. لو عملتيه على بشره ناشفه هيوجعك، يعني الملح لانه خشن، فلما تيجي تعملي الدواير بتاعه السكراب على جسمك هتحسي ان انت جسمك بيوجعك. فلا اعمليه وهو جسمك مبلول شويه، وابتدي بقى اعملي دواير زي ما قلت لك. انا ساعات بحطه على النوز هنا بصراحه عشان الرؤوس السوداء، بحطه هنا بصراحه وبحطه هنا، حلو جدا جدا، بحس ان هو بيشيل الرؤوس السوداء اللي بتبقى هنا وبتبقى هنا. حلو جدا. تحطيه بقى ورا ودانك برضه، في رقبتك وفي الاندر ارم وفي منطقه الصدر اللي هي بتبقى هنا دي، وبين الصدر من تحت شويه، ومنطقه البikini والركب والكعان. حلو جدا. تيجي برضه تسيبيه 5 دقايق، هتحسي ان هو بيحرقك سنه بسيطه لانه ملح، فهتحسي ان هو بيحرقك سنه بسيطه، بس ما تقلقيش عادي يعني. هو كل ده بيعقم وبينظف وبيخلي الجلد الميت ان هو يحاول ان هو يمشيه. بيشيل كمان الرؤوس السوداء اللي بتبقى في الجسم، كمان منطقه الرجل. الناس اللي عندها جلد الوزه دي، لو عملتي الوصفات دي مره في الاسبوع انسي جلد الوز ده في رجلك. بعد كده تبتدي تمشي بقى كل دون بالميه الدافيه. احنا كده خلصنا خلاص السكرابات. ممكن في سكراب تاني لو عندك، هاتي طبق وحطي فيه معلقتين من البن، وقصادهم معلقتين من السكر، معلقتين كبار من البن امليهم على اخرهم، ومعلقتين سكر. بس انصحك بالسكر اللي هو الخشن، ما تجيبيش السكر اللي هو الناعم. وتبتدي تزوديهم شويه بسيطه قوي بميه، يعني زوديهم سنه بسيطه قوي بميه، واعملي بيه سكراب بقى جسمك كله بقى كمان للوش. ده بيفتح وبيخلي البشره حلوه جدا جدا. نيجي بقى للترطيب. احنا خلاص كده خلصنا مرحله الاسكرابات. نيجي بقى للترطيب بعد ما شطفنا جسمنا كويس جدا جدا جدا. نبتدي برضو نجيب طبق زي ما عملنا في الاول في الليفه. هنجيب برضو طبق وهقول لكم دلوقتي نعمل فيه ايه. بعد ما خلاص بقى خلصنا السكرابات بتاعنا، هنجيب بقى طبق نضيف غير الطبق اللي احنا كنا مستخدمين فيه الليفه المغربيه. هنجيبه وهنحط عليه فيه كيسين من اللبن البودر، اللي هو النيدو او اي نوع من عند العطار او من السوبر ماركت. تحطي فيه كيسين وتجيبي، معلش هو ده خلصان شويه، بس هو كان اكتر من كده بكتير، يعني هو عشان انا لسه عامله فهو اكتر من كده بكتير يعني. على فكره ده ترمس مطحون. تجيبي مثلا بحوالي 5 جنيه من العطار او ب10 جنيه وتخليهم عندك مفيش مشكله. تبتدي ان انت تحطيهم على كيسين اللبن البودر اللي احنا حطيناهم، وتخففيهم شويه بميه فتره، شويه 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 لحد ما يبقى ملمسه معاكي مش خفيف قوي. انا مش عايزاه خفيف خالص، انا عايزاه يثبت على الجسم، فمش عايزاه خفيف. لو خف معاكي هيتزحلق من على الجسم ومش هيثبت. ودي اهم خطوه، لان دي خطوه الترطيب. فالترمس بيخلي البشره فاتحه، بيرطب وبيفتح البشره حلو جدا. وطبعا اللبن البودر هيرطب لك الدنيا ويهديلك بقى الجسم شويه مطرح السكرابات اللي احنا عملناها دي كلها. فانا عايزه الملمس بتاعه يكون تقيل، يعني عارفين ملمس مثلا الملمس بتاع العجينه اللي هو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. تبتدي بقى تجيبيه تحطيه على جسمك كله حتى وشك. الترمس ممتاز 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 للبشرة، بيفتح وبينظف وبيخلي البشرة حلوة جدا جدا. فانصحك بيه. تقعدي بيه بقى حوالي 10 دقايق. استحملي معلش انت تقعدي بيه لحد ما ينشف خالص على بشرتك. هتلاقي بشرتك كده ابتدت ان هي تمسك في بعض كده، والجلد ابتدى اللي هو ينشف كده. خلاص ابتدي بقى اشطفيه بميه تكون دافيه، ميه دافيه يا بنات. ما تلعبوش بالميه الساقعه دلوقتي او تستخدموها، علشان احنا مش عايزين نفتح المسام. سوري، مش عايزين نقفل المسام بتاعتنا. احنا عايزين المقاسات المقاسات ايه يا جماعه؟ المقاسات ايه في ايه؟ المسامات تفضل
يعني مفتوحه علشان انضف الجسم براحتي وارطبه براحتي. فسيبيه لحد ما تلاقي انت هتلاقي خلاص البشره معاكي نشفت كده، هو نشف البشره خلاص كده، عرفي بقى اللي انت كده خلاص ان انت تبتدي ان انت تشطفيه بالميه السخنه او مش سخنه، يعني اللي هي تكون دافيه شويه. تاني خطوه، لو عندك زبادي، يعني دي بقى ممكن عشان حرام نستهلك الزبادي في كل بشرتنا، هنستخدم كام علبه يعني. فهاتي علبه زبادي دلوقتي بقى بشره. هنستخدم الزبادي، نجيب زبادي ومعلقتين عسل. زبادي، علبة زبادي عندك قديمة او تاريخ خلاص قرب بتاعها ينتهي او حاجة انت مش هتاكليها يعني خلاص، او معلش ما فرقتش بقى، عيد بقى كل سنة وانتم طيبين، علبة زبادي بقى خلاص يعني. ونحط عليها معلقة عسل ابيض كبيرة، ونبتدي ان احنا نحطها على وشنا. اتفرجي على الترطيب اللي هيبقى في بشرتك وهتدعيلي، والله بجد هتدعيلي. وتحطيه على بشرتك لحد ما تلاقي ان الزبادي خلاص اللي هو نشف بقى والدنيا معاك اتظبطت. تاني خطوة برضو هنعملها في البشرة اللي هي في الوش، احنا خلاص كده خلصنا الجسم ورطبناه بالترمس واللبن البودر. تاني حاجة بقى هنعملها للبشرة كمان، لو انت عندك رؤوس سودا كتير هنا، فانصحك انك تعملي سكراب بالقهوة. طبعا احنا عملناه مع الجسم، انصحك بيه، وانصحك كمان انك تعملي سكراب معلقة سكر كبيرة، ليمونة، ومعلقة عسل ابيض. انصحك جدا 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 بيهم، هيشيل معاكي كل الرؤوس السوداء اللي في البشرة، وهيظبط معاكي البشرة كتير بصراحة. يعني انا السكراب بتاع السكر والليمون والعسل ده بعمله مرتين بصراحة في الاسبوع، لاني انا عندي رؤوس سوداء كتير هنا، فبحب اعمله مرتين في الاسبوع، وبصراحة ظبط معايا جامد الرؤوس الصراحة يعني. فده كان الروتين. وبعد كده بقى تشطفي جسمك خالص بميه تكون دافيه وخلاص، وتبتدي بقى تاخدي الشاور بتاعك عادي جدا جدا. رجلين بقى بعد ما نخلص خلاص الجسم وخلصنا الجسم بتاعنا، هنجيب طبق، او في البانيو عادي لو انت مش متاح عندك اطباق بلاستيك كبيره، ممكن تجيبي البانيو بتاعك عادي وتمليه شويه وتحطي فيه معلقتين كبار من كربونات الصوديوم. حلوه جدا كربونات الصوديوم للتشققات اللي بتبقى في القدم، حلوه جدا جدا جدا. يعني انا من الناس اللي جيت فتره اهملت اللي انا ممشيش بسليبر في البيت، لقيت رجلي من تحت ابتدت ان هي تشقق، عملت التكنيك ده بصراحه طلع فله، طلع حلو جدا. وبعدين تكنيك ايه واحنا دلوقتي بنعمل ميك اب، التكنيك ايه طلع حلو جدا 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 والله العظيم. تحطي معلقتين مثلا من بيكربونات الصوديوم ومعلقتين من الملح الخشن، وتجيبي ليمونه تقطعيها كده في الميه. فعشان كده بقولك انصحك بطبق بلاستيك لان البانيو هيبقى كبير قوي. وليمونه وتقطعيها كده، وتحطي معلقتين كبار من الخل، وتكون الميه سخنه، بالذات لو انتي القدم عندك مليان تشققات، مش سخنه يعني ان هي تحرقك، بس سخنه ده اقصى درجه انت ممكن تتحمليها. وتبتدي اللي انت وشويه شاور تحطيهم برضو، وتبتدي اللي انت تحطي رجليكي فيها لحد ما تلاقي رجليكي خلاص اللي هي نملت واخدت على السخونيه بتاعه الميه وخلاص مفيش اي مشاكل. وتجيبي بقى الحجر اللي هو بتاع القدم، وتبتدي ما تدعكيش ارجوكي القدم رايح جاي. يعني انا بشوف ناس بتعمل القدم بتاع الرجل رايح جاي، تمسك الحجر رايح جاي رايح جاي رايح جاي، ده يخلي الجلد يتشقق، يعني ده هيخلي الجلد يعني يعمل في بعض كده، فده هيخليه ان هو يتشقق تاني بعد ما تعملي ده الموضوع ده، هي برضه هيرجع يتشق تاني. انت اعمليه في اتجاه واحد، يعني مثلا ده كعب الرجل تبتدي انت تعملي كده بالحجره كده، اتجاه واحد اتجاه واحد، حلو جدا جدا. وتبتدي بقى تجيبي الملح، عارفين الملح اللي احنا استخدمناه في الجسم اللي هو الكيس الاسود، تعملي بيه سكراب لرجليكي، تمام. وبعد كده تغسليها بميه دافيه، هيفرق معاكي بطريقه ملهاش حل. بعد كده تنشفي رجليكي كويس جدا 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 جدا، وتدهنيها من الكريم ده. الكريم ده قمر اللي هو اسمه جلوسوليد، او لو عندك بنسينول. بصي يعني البنسينول ده في حته تانية، انا بحب جدا اعمل بالبنسينول ده، هقول لكم دلوقتي بعد ايه. الجلوسوليد او البنسينول حطيهم ادهنيهم في غرقي رجليكي بيهم، والبسي كيس تمام في رجليكي، والبسي شراب صوف في رجليكي ونامي، ونامي عادي. اصحي اقلعي الشراب والكيس، هتلاقي رجليكي دي حرير. والله انت لو عملتي كده
هتلاقي رجليكي دي حرير. صدقيني مش هتضطري ان انت تروحي الكوافير بصراحه. احنا كده خلصنا الجسم وعملنا كمان القدم. تعالوا بقى تاني يوم بعد ما ارتحنا، احنا سي مثلا النهارده عملنا السكين كير دون او كاننا رحنا صبا في بيتنا، بكره بقى نعمل ازاله شعر الجسم. تمام. انا مش مع الناس اللي بتستخدم الشفرات او بتستخدم الماشين بتاعه ازاله شعر الجسم. انا مش مع الناس دي بصراحه. انا مع الشعب التاني العادي الطبيعي البسيط اللي هو بيحب الواكس او السويت الصراحه. يعني انا مع الناس دي، انا مش مع الناس التانية اللي هي بتعمل تستسهل. في ناس مش بتقدر تستحمل الألم، فدي خلاص ناس حساسة ما بتقدرش تستحمل، خلاص ليها عذرها. لكن في ناس كسولة تقولك لا لا لا، هو انا لسه هعمل بالماشين سوري بالواكس، او لسه هعمل بالسويت، لا لا انا خلاص بقى هعمل بالماشين اهي عندي او بالشفرات. فلا بصراحة انا ما انصحش بيهم، مش بحبهم خالص. لان هما بيشيلوا الطبقة الاولانية من الشعر وبيبتدي بعديها بكام يوم يبتدي ان هو يطلع، فانا بصراحة مش بحبها. انا بحب الطرق التقليدية العادية خالص اللي هي الواكس او السويت، وبحب اكتر السويت الصراحة. لان بحس ان الواكس بيشد الشعر غبي يعني جامد، فلا بحب بصراحة السويت اكتر. تبتدي بقى اللي هو تعملي بقى الروتين بتاع ازالة شعر الجسم بتاعك عادي جدا. هتلاقي ان مفيش بيبي هير خالص في رجليكي ولا في ايديكي، لان انت عامله قبليها سكرابات فمساعده الشعر اللي تحت الجلد ان هو يطلع. يعني شعر تحت الجلد، فانت لما قعدتي تعملي بيه بالصابونه المغربيه الخشنه سكرابات سكرابات سكرابات، فانت كده يعني خليتيه ان هو يطلع، بحيث ان انت لما تيجي تعملي الطريقه بتاعتك اللي انت بتشيلي بيها شعر الجسم هيبتدي يطلع معاكي، ومش هتلاقي اي بيبي هير خالص عندك ولا اي حاجه. بعد ما خلصنا بقى خلاص نرطب بقى جسمنا كله بالبنسينول، حلو جدا جدا جدا، بس ما تجيبوش على وشك لان هو تقيل. الوش نستخدم له مرطبات خاصه بيه، لكن الجسم عادي ممكن تستخدمي اي مرطبات زي جلوسوليز زي جونسون زي دوف، اي مرطب انت بتحبيه للجسم. خصوصا البنسينول حلو جدا لترطيب الجسم. وكمان انصحك انك ترطبي بيه البيكيني، منطقه البيكيني ممتاز. وانصحك كمان ان منطقه البيكيني تعتني بيها في نظافتها دايما، ترطيبات كمان رطبيها اول باول، علشان منطقه البيكيني بتتعرض للرطوبه، ويمكن دي من اكتر الاماكن اللي في البشره اللي دكاتره الجلديه بتنصح اللي احنا دايما نخليها ناشفه وما نخليهاش تكون مبلوله ميه. يعني لازم من كل استخدام ليكي تنشفي المنطقة دي كويس جدا، وتعتني بنظافتها كويس جدا، وترطبيها كويس جدا، وتلبسي لها ملابس قطنية، لان المنطقة دي بتتعرض للرطوبة دايما والبكتيريا. انا كده قلت لكم على الروتين كله. بجد انت لو عملتي اللي انا بقولك عليه ده هتدعيلي بجد والله. وهستناكم تقولوا لي في الكومنتات جربتوا الموضوع اللي انا بقول لكم عليه ده ولا لا، وتدعوا لي كتير 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 الفترة الجاية دي. وبحبكم جدا قد الدنيا والله العظيم، واتبسطت بالناس الجديدة اللي دخلت اشتركت في القناة. ان شاء الله بقى استنوا يوم الخميس لوك عشان اللي واقفة باذن الله، والعيد ان شاء الله هعمله باذن الله يوم الخميس الصبح عشان الحق اظبطه وينزل لكم برضو يوم الخميس بامر الله. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. ما تنسوش تعملوا الروتين ده، هيفرق معاكم كتير 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 كتير. هيوفر معاكم فلوس كتيره، هيوفر معاكم وقت لو انتوا زيي ما عندكمش وقت ووقتكم صغير والدنيا معاكم ضيقه، فما عندكمش وقت اللي انتوا تنزلوا تروحوا سبا، فهيوفر معاكم فلوس وهيوفر معاكم وقت، وهتفرحوا جدا جدا بالنتيجه. هتحسوا ان انتوا فعلا غيرتوا من نفسكم واديتوا لنفسكم يعني اعاده تدوير. فبصراحه هتتبسطوا جدا جدا بالروتين اللي انا قلت لكم عليه ده. جربوه، قولوا لي تحت في الكومنتات لو انتوا جربتوه رايكم فيه ايه، وطلعت معاكم البشره عامله ازاي. بحبكم جدا واشوفكم ان شاء الله يوم الخميس في لوك حلو قوي بتاع العيد، وكل سنه وانتم طيبين.